مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد. بعد رفعهم راية جزائرنا ضمن أكبر حدث رياضي لأقوى جيوش العالم، اخترت أن أكون صحفية في المؤسسة العسكرية المركزية للسمع البصري، وتحديدا ضمن فريق عمل حصة وعقدنا العزم، لقناعتي بنبل القيم التي يحملها جيشنا الوطني الشعبي والمهام التي يؤديها دفاعا عن سيادتنا الوطنية ووحدتنا الترابية والمستمدة من مبادئ ثورتنا. هنا فتح لي المجال وطورت إمكاناتي الصحفية وأبرزت قدراتي الإعلامية. هنا تعلمت أن الوطن في أياد أمينة، وهنا في حضن المؤسسة العسكرية اقتنعت أن الوطن لا يزدهر إلا بجهود وتضحيات أبنائه كل في مجال اختصاصه. مجال الإعلام والاتصال يعرف حركية وتطورا كبيرين، لذلك نعمل كإعلاميين على مواكبة كل التطورات من خلال الاطلاع والتكوين المستمرين، وكذا بتوفير كل الظروف الملائمة للعمل في جو يسوده الاحترام المتبادل بين الزملاء، المنافسة الشريفة من أجل تقديم الأفضل، التوجيه الذي نحظى به من قبل رؤسائنا. أيضا فتحت لي المؤسسة العسكرية المجال الواسع لتجسيد طموحاتي الإعلامية وإبرازها من خلال الروبورتاجات التي نقوم بها. على سبيل الذكر لا الحصر، روبورتاج نساء في الصفوف الذي تم إنتاجه في مرحلة عصيبة مر بها الوطن والعالم على إثر جائحة كورونا، كانت فيها المرأة في صفوف جيشنا الوطني الشعبي تواصل مهامها بتفان وإخلاص. كذلك كانت لي تجربة للعمل مع القوات الخاصة من خلال الفيلم الوثائقي الذي يعرف بمدرسة تكوين المغاوير والتدريب المظلي ببوغار. شاركت أيضا في تغطية مختلف التظاهرات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي على غرار الاستعراض العسكري الذي أقيم بمناسبة 600 عيد الاستقلال. قمت أيضا بتغطية تخرج الدفعات بمختلف مدارسنا التكوينية العسكرية، ودون أن ننسى الأفلام الوثائقية التاريخية التي تعنى بتاريخنا الحافل بالأمجاد والبطولات. جاكوب سامر. العمل الميداني هو أساس عملي كصحفية ضمن فريق عمل حصة وعقدنا العزم، وذلك من خلال التغطيات الإعلامية الميدانية، إجراء اللقاءات والحوارات مع مختلف الشخصيات سواء العسكرية أو المدنية، وإنجاز التحقيقات بهدف تسليط الضوء على المجهودات المبذولة من طرف جيشنا الوطني الشعبي، ومن خلال ما نقدمه من أعمال إعلامية أنا وزملائي الصحفيين، فإننا نحاول أن نكون المرآة التي يرى بها المواطن الجزائري قدرات جيشنا، وهو الأمر الذي يحفز الشباب للانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، وخاصة العنصر النسوي، فعلى غرار زملائهم الرجال اليوم أصبح الميدان يشهد على كفاءة منتسبات جيشنا الوطني الشعبي وجدارتهن العالية بفضل ما وصلنا إليه من احترافية واستعداد وجاهزية في مختلف المجالات.
وفي الأخير أتوجه بتحية تقدير وعرفان لكل نساء الجزائريات ومنتسبات جيشنا الوطني الشعبي، متمنية لهن الاستمرار والتقدم كل في مجال عملها، خدمة لهذه الأمة وإعلاء للجزائر الغالية. لوزارة الدفاع الوطني ومساهمتهم الفعالة لخدمة هذا الوطن الذي يستحق أن نحفظه بماء العين، فحفظ الله الجزائر وأبنائها الذين تلدهم من صلبها. وشكرا.